شايف الكلمة دي اللي جنب النسر دي على طول مكتوب ذكر. اهي بقى الكلمة دي مؤخرا وخاصة مع الجيل من الكئيبة اللي طالع واللي لسه هيجي بقت مجرد كلمة بتتكتب في شهادة الميلاد او حتى البطاقة عشان نحدد لا مؤاخذة نوع المولود. وفكرة الدياسة ايه يا ابني مالك في ايه بتاع؟ قعدت على حاجة ولا ايه؟ ما اسمهاش ديوس يا جاهل، اسمها اوبن مايندد. ولا في ايه؟ وهي دي المشكلة. كل فكرة بنت متضايقة بيحاولوا يصدروها للناس يحطها لك في صيغة او مصطلح اجنبي قال يعني كده بقت في السليم. زي بالظبط ان حد يجيب لك قنبلة لا سمح الله بس يحطها لك في صندوق هدايا عليه فيونكاية حلوة كده لونها بينك، هتقبلها وتفرقع في وشك. زي مثلا فكرة ان الست ما تسمعش كلام جوزها. تسمع كلامه ازاي؟ انت هتمشي كلامك عليا ولا حاجة؟ ده انا مسيطرة وهمشيك مسطرة. هي اصلا تبعد عن فكرة الجواز والخلفة وتأسيس الاسرة والبيت والعيلة اللي المجتمع وقبليها كان الدين بيحسنا عليها، وتتفرغ بقى لنفسها والكاريرها ومستقبلها. وكل الباكج ده بيتحط تحت مسمى السترونج اندبندنت وومن اتوكسي، يشلفط لك خلقتك وينزع منك هويتك العربيه بشغل الكيرلي والاوفر سايز والربراب سايز اللي انتوا ماشيين فيه اليومين دول. يا ابو الغوالي العيال ماشيه في الشارع عامله شبه شوله البطاطا مهرولين، ممكن انا و15 نفر كمان نخش معاهم في الطاقه. وهكذا الموضوع بالنسبه للدياسه. وتعريف مصطلح الدياسه عشان لو محدش يعرفه انك تبقى لا مؤاخذه اللي بيجري في عروقك هنا مش دم، لا بالعكس مكعبات ايس كوفي بصريح العباره ما بيتغيرش على اهل بيتك، وده من الاخر عشان ننجز. ولكن الموضوع توسع اكتر من كده بكتير وما وقفش عند مصطلح الدياسه اللي كنا نعرفه زمان، زي مثلا ان راجل انه يسمح لمراته انها تلبس لا مؤاخذه مايو بيكيني او بوركيني، دي مش قصتي انا، او انها تلبس محزق وملزق او قصير او عريان او تحط لا مؤاخذه ميك اب. يا ريته وقف عند كده، ده الموضوع راح في سكه اللي يروح ما يرجعش، سكه اجرك الله. والدليل على كده فيديوهين نزلوا من فتره قريبه والاتنين طلعوا ترند. الاولاني لعروسه كانت واقفه قدام مرايتها، لا مش بتدلع براحتها، اركن يا استاذه هضبه دلوقتي بدل ما يجي لطشنا بالقلم ولا حاجه، بتظبط لما مؤاخذه دريس او فستان الفرح عشان تطلب الابيض على المعازيم. واذ فجاه حبيبي الملايين استاذ تامر حسني يظهر من ورا المرايه. طبعا مش محتاج اوصف لكم عن افوره الكائن البنات ده، سويت بقى ورقع ولطم وشقب، هي تسيب كل اللي في الاوضه وتجري على استاذ تامر حسني وتروح جايه عابطه فيه واخداه بالحضن. ومش بس كده، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده، يظهر في الكادر كده العريس من بره وهو بيصور اللحظه الرومانسيكيه دي، هي المدام بتحضن استاذ تامر حسني. انا ابوها خش عليها بالتاني. كنا زمان بنسمع عن ميك اب رجالي اللي هو الكوافير هرجي، مؤخرا طلعت كميه ميمز رهيبه على الفوتوغرافر الرجاله اللي بيخش اوضه العروسه اللي ممنوع العريس اللي هو جوزها وحلالها وهيدخل عليها كمان كام ساعه بالظبط انه يقرب ناحيه الاوضه دي، انما الفوتوغرافر خش يا باشا المدام قلعه جوه مستنيك عشان تلقط لها الصورتين بلا مؤاخذه بالداخلي. طب وقفت عند كده؟ يا ريت يا ابو الغوالي، ده بقى فيه ملبساتي. ايه ده؟ ايوه انت سمعتها صح، ملبساتي. واحد وظيفته ان هو بيخش لا مؤاخذه يلبس العروسه، يلبسها حرفيا، يلبسها الفستان وما تحت الفستان وما فوق الفستان، بياخدها صلت ملط كما ولدتها امها ويبدا هو يلبسها بقى. وبعد ما يلبسها ياخدها كده في الانجاجيه ويطلع يسلمها لعريسها، وبالمره يطمنه برضه على البضاعه، الدنيا ايه تمام مش تمام، دوس يا عريس اهرب بسرعه، يعرفه يعني عشان نلغي حته الجواز عامل شبه البطيخه، يا تطلع حمرا يا تطلع قرعه، هو بقى هيقول لك هتطلع ايه. الاجيال اللي بتتربى على الكيرلي والاوفر سايز وشغل الدياسه اللي طالعه ترند والناس كلها واخداها بمنتهى السخريه والضحك، يترسخ في عقله الباطن ان ده مش غلط. اللمبه او الاشاره الحمراء الربانيه اللي موجوده جوه عقل كل واحد اللي بتبدا تعذره اذا كان الشيء ده صح او غلط هتفصل وهيبدا يعمل كل حاجه غلط من غير ولا ناحيه ضمير واحده، لان بالنسبه له ده ما بقاش غلط. ونهايه الفيديو ده حاجتين، اول حاجه احنا نخف روح الدعابه والضحك اللي متقمصه وبتجري في دم كل واحد فينا دي، مش لازم كل حاجه ناخدها بضحك وتريقه ونطلع عليها ميمز. وتاني حاجه الزمن اللي احنا فيه ده اصعب زمن عدى على البشريه، واتقالت من زمان الزمن اللي بتكسر فيه الفتن يبقى القيامه سون. فجهز نفسك يا غالي ولملم ورقك عشان ميعاد الرحيل قرب. وبس كده.